السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. اتكلمنا السيشن اللي فاتت على الكونتينر إليمنتس، وقلنا هي عبارة عن عناصر أنا بحط جواها شوية تصميمات HTML H1 دي مش عارف باراجراف صورة أيا كان، يعني التصميم اللي جوه هو مجرد كونتينر بيحتوي العناصر دي، ما بيأثرش عليها بأي حاجة، ما بيغيرش فيها أي حاجة. وشبهنا الموضوع المرة اللي فاتت زي البوكس اللي أنا بحط فيه الأكسسوارز بتاعي، هو بيجمع الأكسسوارز في مكان واحد ولكن هو مش بيأثر عليهم. وقلنا المرة اللي فاتت مثال الداف. لو لسه ما شفتش السيشن دي روح بسرعه اتفرج عليها عشان تقدر تكمل معانا السيشن النهارده. المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الداف كنت بروح احط مجموعه عناصر جوه ديفيجن او جوه قسم، وسميت القسم ده ديف. الديف ده ممكن يبقى جواه اكتر من ديف، يعني ممكن يبقى عندي قسم كبير جواه مجموعه اقسام صغيره، تقسيمه جواها تقسيمات صغيره. فعادي ممكن يبقى عندي ديف جوه ديف، ممكن يبقى عندي اكتر من ديف اصلا في الصفحه على حسب تقسيمه الصفحه بتاعتي، لان زي ما احنا اتفقنا ان الديف ده هو اللي بيقسم الصفحه بتاعتي. في ال HTML5 قالوا طب ما تيجي لو انت عايز تعمل التقسيمة دي في بداية الصفحة، يعني لو انا مثلا عايز مجموعة ال H1 و H2 و H3 الهيدنج اللي انا حاططها دي، لو انا عايز احطها في div، انا كنت في العادي قبل ال HTML5 كنت هعمل كده div الفتحة والقفلة، ادي الفتحة وادي القفلة بتاعتي، واروح حاطط العناصر بتاعتي كده كلها جوه الديف. اللي انا عملته ده انا جمعت مجموعه الهيدنج تاجز دي جوه ديفيجن او جوه قسم اسمه ديف. في ال HTML5 قالوا طب لو الديف ده في بدايه الصفحه خالص في بدايه البادي، بدل ما تكتبوا ديف كده ممكن نسميه اسم تاني اسمه هيدر اللي هو بدايه او مقدمه الصفحه. فلو انت عايز تعمل ديفيجن، عايز تعمل قسم في بدايه الصفحه، سمي القسم ده او الديفيجن ده هيدر. طب ولا انا لو سميته ديف فيها مشكله؟ لا عادي ما فيهاش مشكله، لان الهيدر اصلا هو عباره عن ديف، وبرده زي ما قلنا هو ما بيأثرش على التصميم في حاجه. يعني لو رجعت الصفحه وعملت ريفرش ولا في اي تأثير حصل على الصفحه بتاعتي، هو مجرد جمع عناصر الهيدنج تاج جوه الديفيجن اللي اسمه هيدر ده. نفس القصة قالوا طيب لو انت القسم بتاعك كان في نهاية الصفحة، يعني لو افترضت ان دي العناصر اللي انا عايز اجمعها في نهاية البادي بتاعي، في نهاية الصفحة بتاعتي، قالوا بدل ما انت تعمل ديف ممكن اسميها اسم تاني كده اسمه فوتر. فوتر معناه التزييل او نهاية الصفحة بتاعتي، اللي هو كان اصله برضو مين؟ كان اصله ديف. يبقى هيدر بداية الصفحة، فوتر هو عبارة عن ديف او ديفيجن في نهاية الصفحة، وديفات عادي بقى في النص زي ما انت عايز. طب انا لو خليتهم كلهم ديف عادي برضو مفيش مشكلة، بس ده اوبشن معاك في HTML5 انك تقدر تسمي الديف ده بتسميات تبقى ليها معنى. يعني لو انت دلوقتي بتعمل تعديل او بتعمل حاجه في بدايه الصفحه، انت عارف انك مش هتقعد تدور بقى في 500 ديف، هو الهيدر على طول. عايز تعمل حاجه في نهايه الصفحه، انت عارف انك بتدور على الفوتر على طول، وهكذا. برضو اخر ديف هتكلم عليه النهارده، احنا كده اتكلمنا على الهيدر، هيدر وسلاش هيدر طبعا، واتكلمنا على الفوتر، وطبعا برضو سلاش فوتر. اخر ديف عايز اتكلم عليه النهارده وهو اسمه ناف و سلاش ناف اختصار لكلمه نافيجيشن بار، او الشريط اللي بيبقى فيه الناف او اللينكات بتاعتي اللي انا اقدر انتقل بيها من صفحه للتانيه. بمعنى لو انا جيت دلوقتي هنا مثلا ورحت رايح عامل شويه لينكات كده href، ورحت رايح حاطط اي لينك هنا مثلا لينك 1، ورحت رايح عامل كمان لينك 2 لينك 3 لينك 4 مثلا، ادي لينك 2 وادي 3 وادي 4، وعملت مثلا ما بينهم فاصل بالستيك دي او العصايه اللي هي في الكيبورد دي. فهيظهر شكلها عندي بالمنظر ده كده، لينك 1 لينك 2 لينك 3 لينك 4.
طب احنا ممكن نشيل ده بما انه مفيش حاجه بعده. يبقى انا منظر اللينكات عندي اصبح بالمنظر ده. برضه في HTML5 قال له طب ما هو اللينكات دي انت عايز تعمل عليها اي تأثير وبعد كده بالسي اس اس، عايز تعمل لها لون، عايز تعمل لها باك جراوند، عايز تعمل لها تنسيقات تخليها كأنها زراير. التنسيقات دي بدل ما تعملها لكل واحد لوحده، طب ما تلمهم كلهم في ديفيجن. فاحنا كنا زمان في ال HTML العادي اللي هو قبل HTML5 كنا بنروح نعمل كده div وسلاش div، وكنت بلم اللينكات بتاعتي كده كلها، جمع لينكاتي كلها جوه الديف ده. ولكن في HTML5 قالوا ان لو انت عايز تعمل جروب او عايز تجمع مجموعة لينكات مع بعض، بدل ما تسميها ديف ممكن نسميها اسم تاني كده يكون بيعبر عن اللي جواها اللي هو اسمه ناف او النافيجيشن بار. طب انا يا باشمهندس عملته بدل ناف عملته ديف عادي مفيش اي مشكلة، ولكن في HTML5 حبوا شويه ان هم يسموا الديفات باسامي يكون ليها معنى، ولكن ما زال لسه الديف موجود معايا ما انتهاش في HTML5. عشان كده بقول لك عايز تستخدم الديف عادي، عايز تستخدم الهيدر عادي، عايز تستخدم الناف عادي، الفوتر عادي، زي ما انت عايز. يبقى انا اتكلمت النهارده على الهيدر، اتكلمت على الفوتر، واتكلمت على الناف او الناف بار بتاعي. وبكده نكون وصلنا لنهاية السيشن بتاعتنا النهاردة. لو في حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنتس، وأنا هكون موجود دايما عشان أجاوب على كل أسئلتكم. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.